انا بقول لك دون، ويا سلام لو تدون في بيبر بوك، يعني تبقى معاك نسخه كده ورقيه، نوت بوك بتاعتك، مش بس على الموبايل، مش بس على اللابتوب. النسخ الورقيه والكتابه بايدك والنظر للي انت كاتبه ومراجعته مرارا وتكرارا بيعمل لي مبدئين مهمين جدا. المبدا الاول تعزيز الخلايا العصبيه اللي في مخك، بتعمل شبكات عصبيه كده بتقدر تفتكر المعلومات، بتربط المعلومه بالكتابه وبالسمع وبالبصر، وبالتالي تفتكرها بشكل اسهل. المبدا الثاني المراجعه، السبيسد ريبيتيشن، الحفظ او التكرار المتباعد. انت ذاكرت المعلومه النهارده وكتبتها، رجعتها بكره بصيت عليها، فوتها بعد بكره وارجع راجعها، فوتها يومين وبعدين راجعها، فوتها 3 أو 4 وبعدين بص عليها تاني. عمرك ما هتبص على كل المعلومات دي لو انت مش عامل تراك واضح وريجستر او ريكورد وسجل لكل المعلومات اللي بتعملها علشان تقدر ترجع لها وتراجعها وما تنساهاش ابدا. ده كل شيء، وده اللي محتاج تركز عليه في المرحله دي.